السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين كده تحلية سهلة وبسيطة. تحلية شتوية. البليلة. البليلة سهلة وبسيطة وموجود مكوناتها في كل بيت. هنعمل طريقة المحلات بالظبط وطعمها كريمي وجميل. هنا معانا اول حاجة كده القمح. القمح معانا هنقيه من اي حاجه فيه وحشه، عفشه، حبايه قمح بايظه ولا اي حاجه، طينه، زلطه، اي حاجه. وهنا القمح بتاع البليله انا بوريكم اهوت المتقشر. الحبايه القمح الفاتحه مش الغامقه. الغامقه ده بتبقى الحبه الكامله، القشره الكامله. وهنا معانا رز. هنا معانا نص كيلو قمح غسلته كويس، ولكل نص كيلو قمح بحط له 4 معالق رز بس. هنا المية غليت زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بالقمح ونزلت بال4 معالق رز معاهم. بعد ما غسلتهم كويس وصفيتهم القمح والرز، نزلت بيهم في مية مغلية زي ما انتوا شايفين كده، وهوارب الغطا عليهم واسيبهم يغلوا كويس. هنا بيغلوا زي ما انتوا شايفين كده. احنا هنلم الريم اللي على الوش ده. ده الريم اللي بيطلع من اي بقوليات زي ما انتوا عارفين. هنلمه ونسيب القمح معانا يغلي لمدة، يعني ما يقلش عن 10 15 دقيقة. يغلي معاكي كويس. وبعد ما يغلي بقى تسيبيه، تغطيه وتدفع عليه. اللهم صل على النبي. لما تسيبيه ويغلي شوية وتسيبيه وتبيتيه لتاني يوم، القمح بيستوي معاكي وبيبقى حلو، وبيبقاش ياخدش وقت معاكي على النار في السوا، وبيبقى قلبه بقى مستوي وطري وجميل. هنا احنا هنلم الريم اللي على الوش ده الاول، وبعد كده بقى هنغطيه ونسيبه. هيسبح بقى فين الحتة اللي انا لميت فيها الريم يا ولاد؟ راحت فين؟ المهم هنا تاني يوم زي ما انت شايفة كده القمح معاكي خلاص فشر. يعني ايه فشر؟ يعني فتح قلب الحباية، فتح معانا وشبه استوى خالص. هننزل عليه باللبن ونحط السكر. حطي بقى اللبن، انا بحط يعني ايه كيلو لبن على النص كيلو، ده بيبقى حلو. لو انت حابه تحطي اكتر من كده حطي، بس عشان انا مش عايزه اللبن كتير عشان ما تبقاش خفيفه معاكي. انا عايزه البليله تبقى كريمي معانا وحلوه. هنا حطيت كيلو لبن على النص كيلو قمح، وحطيت السكر على حسب ذوقك، ده يرجع لك دلع يعني سكر خفيف، سكر زيادة، ده حاجة ترجع لك على التذوق اللي يعجبك. هنا زي ما انت شايفة سبتها غليت. بعد ما غليت كويس مش هتغرفيها على طول، هتسيبيها شوية عشان خاطر طعم اللبن يتوغل جوه حباية القمح. وبعد حبة بقى يعني نص ساعة كده ولا حاجة اغرفيها زي ما انت شايفة كده. حابة تحطي عليها مكسرات، مش حابة تحطي عليها مكسرات، دي حاجة ترجع لك. هنا العيال عندي بيحبوها بفول وزبيب، حطيت لهم فول وزبيب زي ما انت شايفة كده. اهو برضو بيزود القيمة الغذائية بتاعتها وبتبقى جميلة وبتبقى طعمها حلو برضو. هنا طريقة البليلة سهلة وبسيطة وجميلة وبتبقى زي المحلات بالظبط. أتمنى اللي طريقة البليلة لو عجبتكم يشترك لي في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد مني. أسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.